أذكى حيلة نفسية هتخليه يرجع لك بعد الانفصال وبعد ما كنت فاقد الأمل إنه يرجع لك أصلا. أنا حاسس بيك لأن عارف إن من ساعة ما سابك ومشى وانفصل عنك وإنت روحك مسحوبة منك وعايش حياة بلا روح. واحد اوعى تروح له وتتحايل عليه إنه يرجع لك، علشان لو عملت كده هتفقد كرامتك وثقتك بنفسك، وهو هيتبناه إحساس إنه صح وإنه كان لازم يبعد عنك من زمان. اتنين، عايزك تأثر على تفكيره وتخلي فضوله يقتله. طب ازاي؟ هقولك. طبعا عن طريق السوشيال ميديا. طب هتعمل كده لمدة قد ايه؟ هتعمل كده لمدة 14 يوم. عايزك تتابع اي ستوري بينزلها وتوريله اللي انت بتتابع وبتشوف هو بينزل ايه، اللي هو انا اهو بتابعك وبشوفك بس بدون اي تفاعل منك. هو هنا هيفضل يسأل نفسه بفضول وشغف، معقول هو لسه بيحبني بعد ما سبته وبعدت عنه ووجعته كمان؟ معقول لسه عايزني ومستنيني ان انا ارجع له؟ 3، بعد ما تعدي المدة اللي انا قلتها لك عايزك بقى تتفاعل على بوستاته او اي ستوري بينزلها، بس تفاعل خفيف، يعني اوعى تكتب له اي كومنت علشان ما يتغرش ويشوف نفسه عليك. انا عايزه هو اللي يبدأ بالكلام الاول، وده اللي بنحاول نعمله. 4، لو بعد كل ده لسه ما رجعلكش او بعتلك اي حاجة، عايزك انت اللي تخش تكلمه وتسأله اي سؤال معين حتى لو تافه ملوش اي ست اللازمة. حد هيقولي مش انت قلت بلاش تخش انت تكلمه؟ لا، بعد الخطوات دي عايزك انت اللي تخش تكلمه. ليه بقول لك كده؟ علشان احنا خلاص شغلنا عقله الباطن ان انت موجود ولسه بتراقبه. طيب تكلمه ازاي؟ يعني مثلا لو هو منزل ستوري بيقول فيها كلام معين او حكمة ما معينة، عايزك تخش تكلمه وتعلقه له على الستوري دي. عايزك تقوله مثلا هو ده كلامك بجد، برافو، وجهة نظر تحترم جدا. مجرد ما يجاوبك او حتى يرد عليك يقول لك شكرا، عايزك تعلق المسج وتختفي علشان تثير فضوله اكتر واكتر. 5 واخر حاجة بعد كل الخطوات دي، لو حصل تفاعل خلاص ما بينك وما بينه على اي بوست هو بينزله او اي بوست او ستوري انت بتنزلها، عايزة تدخل تكلمه وتقول له مثلا صباح الخير وتسكت. هو اكيد طبعا هيرد عليك يقول لك صباح النور، اسكت انت ما تجاوبش. فضوله مش هيستحمله اكتر من كده، هو اللي هيجر معاك كلام ويقول لك وانت بتقول صباح الخير مثلا وتجري وما تردش، وده المطلوب وده اللي احنا عايزينه بالظبط انه يحصل. عايزك لو حصل كده تتكلم معاه عادي جدا، بس اوعى تتكلم معاه عن تفاصيل العلاقة اللي كانت ما بينك وما بينه، او تجيب له سيرة اي لوم او عتاب على اللي حصل منه ليك خالص، كأن مفيش اي حاجة حصلت. عايز الكلام يدور ما بينك وما بينه على اساس انكم صحاب ليس الا. لو عملت كده فعليا هو اللي هتلاقيه فتح كلام عن الموضوع وهيجر رجلك للعتاب، وهو المطلوب اثباته. احنا عايزينه هو اللي يرجع يتكلم على اللي ما بينك وما بينه. جرب الخطوات دي ومستني اسئلتك في الكومنتات.